واش بغيتي حشا خفيف صحي ومشبع بدون تعب؟ اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم سر واحد الوجبه اللي غادي تغير لكم الروتين كامل، اللي هي شوربه الحوت الدافئه بنكهه رائعه، معها سوشو معمرين بطريقه سهله وسريعه، والنتيجه كتجي ولا اروع. الا كنتي كتقلبي على افكار جديده لعشاء خفيف اللي يرضي العائله كامله ويخليك تباني محترفه في المطبخ بدون مجهود كبير، فانت في المكان الصحيح. خليك معايا حتى الاخير حيت غادي نشارك معكم اسرار صغيره اللي غادي تعطي لهاد الوصفه طعم ما كيتقاومش. يلا نبداو بسم الله على بركه الله. عندي شامبينيون، عندي القرعه وخيزو حكيتهم في الحكاكه الغليظه، عندي البصله، عندي الحوت الكالامار والكروفيت والدجاج اللي قطعته شرائح رقيقه، عندي الثومه، عندي شامبينيون الاسود كذلك، وعندي الزيت البلدي. كناخذ طنجره كنضيف فيها الزبده مع نص كاس ديال الزيت البلدي، وكنضيف البصل اللي قطعته بهذا الشكل هذا، البصل الاخضر، وكنشحرهم بهذه الطريقه هذه. كنضيف الثومه اللي سبق ليا وقطعتها معكم، وكنضيف كذلك الدجاج لان كنعرفوا بان الدجاج كيتشحر دغيا، وكنضيف الكالامار، وكنخلي الكروفيت حتى الاخير لان الكروفيت غير كيسخن ما كيقبلش الطياب بزاف. كنضيف القرعه وخيزو، كنضيف التوابل كذلك الملحه البزار وسكينجبير، وكنضيف القزبر حبوب، وكنخلي الخضر تشرب ليا التوابل بهذه الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنخليها تشحر على واحد العافيه اللي كتكون مهيله، لان كنعرفوا بان الطياب اللي كنطيبوه على واحد النار اللي كتكون مهيله كيجي بنين ولذيذ لانه كياخذ الوقت في الطياب ديالو. فصدقوني هاد الشوربه ماشي غير شوربه عاديه، هي واحد التجربه اللي غادي تاخذك لعالم النكهات البحريه الغنيه والطبيعيه. كنضيف الماء الكافي اللي غطيب ليا فيه الدجاج ديالنا مع الكالامار، وهنا كيف ما كتلاحظوا معايا بعد ما غلات كنضيفوا الشامبينيون الاسود ولي شامبينيون اللي تيكون معلب بهذه الطريقه، وكنخليوهم يغليو. كتجي خفيفه على المعده، مغذيه ومليئه بنكهه الحوت الطري، كل ملعقه فيها توازن ما بين التوابل والخضر والريحه اللي كتفتح الشهيه بلا مقاومه. ومنين كتولي تغلي بهذه الطريقه هذه وكنحسوا بان الشامبينيون ديالنا بدا كيطيب، كنضيف الكروفيت، وكنضيف الشعريه الصينيه ديالي سبقت ليا ورقتها في الماء سخون، لان كنعرفوا بان الشعريه الصينيه كذلك ما كطلبش الطياب كثير، كنضيفوها حتى الاخير. وكنضيف الطحين، وصفه اللي كتجمع ما بين الصحه والذوق الرفيع، وكتبقى شوربه الحوت هي الاختيار اللي غادي يربحك الوقت ويفاجئك بالنتيجه. وفي الاخير كنضيف الربيع، وها هي الشوربه ديالنا واجده. غندوز نحضر معكم الحشوه اللي غنعمروا بها لو سوشو ديالنا اللي غيرافق لينا شوربه الحوت. في مقلاة كنوضع الفلفل الاحمر، الفلفل الاخضر واصفر، وكذلك الربيع، الدجاج مقطع بهذه الطريقه، والبصل. كنضيف التوابل، عندي خرقوم، سكينجبير، الملحه والبزار، القليل من الزيت، وكنحطها فوق واحد النار اللي كتكون مهيله كتشحر مزيان. وحنا كيف ما كنعرفوا بان الحشوه غنيه بالمذاق، كتجي خفيفه وكتعطينا توازن مثالي اللي كيخلي كل لقمه كتذوب في الفم. وكيف ما كنعرفوا السر ماشي في المكونات لكن في طريقه التحضير اللي كتحول الحشوه عاديه لتجربه لذيذه ما كتنساش. ومني كتشحر لينا الحشوه ديالنا كنضيفوا عليها الشعريه الصينيه اللي سبق لينا ورقتناها في الماء واحد 10 ديال الدقائق بهذه الطريقه هذه، وكنخليوها تشرب التوابل. فكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه اللي وريتكم، لانها كتجي سهله التحضير بنينه. كيف ما كتلاحظوا معايا الحشوه ديالنا هي واجده. وبعد ما تشحرت لينا الحشوه غنخليوها تبرد جانبا، وغندوز باش غادي نوجد معكم عجينه ديال السوشو اللي كيجيو معمرين بحشوه لذيذه متوازنه في المذاق، فيها قرمشه من برا وطراوه من الداخل. في بول كناخذ الطحين، كنضيف عليه واحد الملعقه ديال الحليب بودره، وكنضيف واحد الساشي ديال فاني، قبصه ديال الملحه، معلقه ديال الزبده، وكذلك ملعقه صغيره ديال خميره الخبز، نص كاس ديال الزيت. وكنجمع العجين ديالي
بالماء اللي كيكون دافي بهذا الشكل هذا، حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون لينه وطريه. كيف ما كتشوفوا بعجينه واحده نقدروا نخرجوا نتيجه كتبهركم، كتجي مورقه بلا تعب وبلا تعقيدات. فقط خصنا نخلطوها مزيان ونخليوها تختمر جانبا. والسر ديال العجين منين كنخرجوها من الفرن باش كتبقى محافظه على الشكل ديالها وكتعطيك واحد النتيجه بحال ديال المحلات وحسن من اختيار المقادير لطريقه العجن حتى الوقت الراحه وكذلك حتى الاسرار ديال التوريق اللي كتعطينا داك الشكل المميز. فقط خليكم معايا حيت غادي نشارك معكم اخطاء شائعه اللي كيطيحوا فيها بزاف ديال الناس، وغادي نوريكم كيفاش تفاداوها بسهوله باش توصلوا لنتيجه احترافيه بلا توتر وبثقه كبيره في مطبخك. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو حيت في النهايه غادي تشوفي النتيجه اللي غادي تخليك تقولي هاد العجينه غادي نعتمدها دائما. وكيف ما شفتوا معايا بعد ما اختمرت لينا العجين كتجي هشه وكتجي رطبه، كتساعدنا كذلك في العمل. وكنقطعها بهذا الشكل هذا وكنشكلها كرات صغيره على حسب اللي بغيتو تبسطوها بلا ما تقطعوها يعني باش تجيكم طويله على حساب المول اللي عندكم، فكيبقى لكم الاختيار. انا هكا كتجيني سهله منين كنشكلها كويرات ومن بعد عاد كنبسطها بالمدلك بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا معايا. وكناخذ الزبده كنحكها في الحكاكه ديالنا. على فكره الزبده اللي كتكون النوعيه الجيده اللي كتخلينا داك لي سوشو ديالنا اولا المعجنات بشكل عام تجينا مقرمشه ملي كتدخل الفرن. وكنبسطها طبقه فوق طبقه، وما بين طبقه وطبقه كندير الزبده وكنرشها بالطحين وكندير طبقه حتى كنستمر حتى كنسالي العجين ديالي وكنسرحها بالدلاك بهذه الطريقه حتى كنحصل عليها تكون رقيقه. وكنقطعها باي مرشم عندي، وإلا ما عندكمش يمكن تقطعوها بالسكين فقط باش كتحصلوا على الشكل اللي بغيتو تعمروه او الشكل ديال السوشو اللي بغيتو. انا غادي ندير الشكل اللي كيكون مستطيل بهذه الطريقه هذه. فقط ركزي معايا مزيان وخلي سحر العجين يبدا، راه المفاجاه كاينه في كل دقيقه. فإلا اعتمدتي هذه الطريقه هذه اللي استعملت معاك دابا في الفيديو غتكون ناجحه من اول مره. وهنا بعد ما شكلتهم قطع على شكل مستطيل كيف ما كتلاحظوا معايا كنعمرهم بالحشوه اللي سبق ليا ووجدت معكم. على فكره كيخص الحشوه ديالنا تكون بارده باش ما كتخسرش لينا العجين ديالنا ديال لي سوشون منين كيدخل الفرن. وكنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل لي سوشو كاملين اللي عندي. فكيجيو مرافقين هكا مع شوربه ديال الحوت رائعين، وكيجي طبق متكامل وعشاء خفيف يمكن لك تعتمديه يوميا. وكيبقى لي سوشو ديالنا واحد من اشهى وابسط الاكلات اللي كتجمع ما بين القرمشه كيجي خفيف من برا وحشوه غنيه مليئه بالنكهات من الداخل بمكونات كتذوب في الفم، سواء درتيه كوجبه خفيفه او لا عشاء سريع وكذلك حتى المناسبات. فكيبقى لي سوشو معمرين ديما كيديروا ضجه وكيخطفوا الاضواء فوق الطبله ديالنا. وبعد ما ساليت الكميه ديالي اللي عندي كندهنهم بصفار بيضه من الفوق باش كيعطيونا داك اللون الذهبي. والتزيين كيبقى اختياري باش ما بغيتو تزينوهم، انا زينتهم باللي موجود عندي في الدار. وكتبقى وصفه اللي كتجمع ما بين البساطه والابداع. تقدري تبدلي الحشوه حسب الذوق ديالك، سواء عمرتيهم بالدجاج اولا الكفته اولا الخضر الا بغيتي تبدلي شي شويه وتحصلي على نتيجه مختلفه ولكن بنفس الروعه. وهنا زينتهم بالحبه السوداء والزنجلان وكندخلهم للفرن اللي سبق ليا وسخنته على درجات حراره مرتفعه. من بعد كنخفض الحراره وكندخلوا لي سوشو ديالنا يطيبوا على مهل بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا كيجيو رائعين. فصدقوني كنتمنى انكم تجربوهم لانهم غيكونوا ناجحين معكم من اول مره، لان هذه الوصفه هذه غادي تقلب لكم النتيجه ديالكم 180 درجه وغادي تخلي لي السوشو ديالكم
اطلبوا اي واحد ذاقوا عندكم. وكيف ما كتلاحظوا معنا الشوربه ديالنا اللي سبق لي وجدت معكم ديال الحوت هي واجده، كتجي واحد الريحه طالعه منها كتشهي وخفيفه بطبيعه الحال. شوفوا معايا ما شاء الله كيبقى الحوت طري قابط في راسو. لي سوشو ديالنا كيجيو كيف ما كتلاحظوا معايا مذهبين ومقرمشين من برا. وهكا غنكون وصلنا لنهايه الوصفه ديالنا ديال اليوم، لكن الحقيقه هذه غير البدايه ديال الوصفات اللي غادي تعشقيها وترجعي ليها كل مره، اللي هي شوربه الحوت بهاد النكهه الغنيه مع سوشو معمرين اللي كيتقرمشوا من برا وكيذوبوا من الداخل. وجبه بسيطه لكن كتخلي اي عشاء كيتحول لحظه مميزه. وإلا عجبتك الوصفه وصلتي معنا لهنا راه اكيد عندك ذوق رفيع في المطبخ. وما تنسايش دعمي القناه ديالي بلايك وتشتركي حيت الجاي اقوى بزاف. وغادي نشارك معكم كذلك وصفه اسهل والذ وافكار جديده اللي غادي تختصر عليك الوقت والمجهود. وإلا جربتي هاد الوصفه اكتبوا لي في التعاليق الا عندكم اقتراحات اخرى خليوها ليا نشاركها معكم ان شاء الله فيديو جديد باذن الله. قناتي هي القناه ديالكم وكل وصفه كنقدمها لكم بحب، فكنتمنى انكم تكونوا شاهدتوا الفيديو من البدايه ديالو حتى الاخير. وصدقوني لان السر كامل كاين في هذه التفاصيل الصغيره اللي شفتوها معايا اليوم، واللي تقدر تبدل النتيجه ديالك من عاديه لنتيجه روعه. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله وبالصحه والراحه.